تعالوا نشوف هم عملوا ايه بعد مباراة فرنسا والجزائر، والحكومة الفرنسية عملت ايه بعديها وقررت ما تكونش في مباراة بعد كده بين فرنسا والجزائر. زي ما انتم شايفين دي المباراة بين فرنسا، كان ديساييه لسه بيلعب وتورام تيري هنري. بصوا الفوضى يا جماعة، بصوا الفوضى يا جماعة. انتوا عمركم شفتوا في ملاعب فرنسا اللي بيحصل دوت؟ عمركم بص عايز يغير ومش عايز يكمل. عمركم شفتوا يا جماعة في ملاعب فرنسا اللي بيحصل دوت؟ عمركم شفتوا الهمجية ونزول الجمهور زي ما حصل في السودان؟ انتوا مصدقين يا جماعة؟ ده في ملعب في فرنسا. دي الجماهير الجزائرية اللي موجودة في فرنسا، والوزراء مش مصدقين اللي بيحصل، وبيكلم الناس مش مصدقين اللي بيحصل من الجماهير الجزائرية، والناس عمالة تهدي. واعتقد ان احنا لأول مرة نشوف الحاجات دي. بص شوية صيع زي ما بيقولوا كده نازلين الملاعب. وطبعا احنا عمرنا ما شفنا حاجات دي في الملاعب. ادي التخريب يا جماعة، دي التخريب في بلدهم المفروض بقى اللي هي عايشين فيها في فرنسا. ادي الجمهور يا جماعة، وادي اللي بياخد الراية ويطلع. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في اللي بيحصل؟ وادي الامن الفرنسي. ما نلومش بقى الامن السوداني، الامن السوداني كتر خيره حاول على قد ما يقدر، ولكن في النهاية ادي الامن الفرنسي مش عارف يسيطر حتى على هذه الجماهير. ادي وبعد كده بعد المباراة دي يا جماعة فرنسا منعت اللعب مع المنتخب الجزائري نهائيا في فرنسا. وحصل بعد المباراة تخريبات في طبعا العربيات والمحلات. انا بسأل سؤال بقى للجزائريين اللي بيتفرجوا علينا، انتوا ليه عملتوا كده؟ ليه عملتوا كده في فرنسا؟ احنا مش هنتكلم على العرب، ليه عملتوا كده في فرنسا؟